السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم أمل أحمد معاكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم وتستفيدوا بيه. هنعيد تدوير قارورة أو زجاجة من زجاجات الدوني اللي هي معطر الملابس. معطر الملابس ده الزجاجات بتاعته بتبقى حلوة جدا وسهل انك تعيدي تدويرها بمنتهى السهولة، وما بتيجي تقطعيها او يعني تعمليها الشكل اللي انت عايزاه، بتبقى عاملة زي المية وانت بتعمليها بالقطر او بالمقص. يعني سهل جدا انك تعيدي تدويرها. النهاردة هعمل لكم فكرة يا رب تعجبكم وتستفيدوا بيها، وكمان في آخر الفيديو هتلاقوا مفاجأة هتفرح ولادكم، وهيطلبوا منكم انكم تنفذوا الفكرة ان شاء الله بسرعة. اول حاجة هنعمل الازازة او العلبة، ونقصها على الشكل اللي انت تحبيه. انا عملت الشكل ده على حسب المنظر اللي كان موجود في علبة الدوني. انت ممكن تعملي شكل تاني مختلف تماما، او مثلا تجيبي مقص وصورة وتقص حواليها. اي كانت الشكل هيطلع حلو يعني، مش وحش. ونحاول نسوي الحتت دي. طبعا الكتر بيعمل شغل ان هو بيساعدك بسرعة احسن من المقص بكتير. بعد كده انا خرمتها بالخرامة او المكوة اللي احنا وريتها لكم في فيديوهات قبل كده، اللي بالكهرباء دي. اللي ما عندوش بأي مسمار او مفك عنده يسخنه على النار ويبتدي يخرم الخروم اللي هو عايزها. الخروم دي هتبقى لها فايدة كبيرة بعد كده، هتشوفوها في الفيديو. غير انها ممكن تستعمل بالشكل اللي هي موجود فيه، زي ما هوريكم كده في اول الفيديو، ان ممكن تعمليها زي منظم للليفة والصابونة، او ليفة المواعين لو هتستعملها في المطبخ. وممكن هتتعلق مثلا في الحيطة، تحط فيها الصابون بتاع الحمام، او تحط فيها اي حاجة من ادوات الحمام. فالنقط دي او الخروم اللي احنا عملناها تصفي المية او الليفة او الصابونة او ليفة المواعين. ده كفكرة اولية، لكن الفكرة المفاجأة هتشوفوها بعد شوية. يعني طبعا الصابونة هتبقى مستعملة وفيها مية وكده، فالخروم دي هتساعد ان الصابونة تجف، وانها ما يعني ما تبص يعني من المية. المفروض ان احنا نجيب خيط قوي ونحطه في الغطا، هتشوفوه دلوقتي، بحيث ان احنا نعلقها في الحيطة. لكن لو هتحطيها مثلا على رخامة او تحطيها على الحوض، فممكن تقلبيها او تحطيها بالعدلة بتاعتها، او ممكن تتقلب كده وتحط الليفة او الصابونة بالطريقة دي. ممكن هي تستعمل كمنظم حتى في الادراج بتاعة المطبخ، تحط فيها مثلا الشوك والمعالق السكاكين، اي حاجة عايزة تحطيها ممكن تحطيها بالطريقة دي. ده الخيط اللي احنا عقدناه وعلقناه من الغطا طبعا لما خرمنا لزق جامد، فما ينفعش يتخلع ولا نفكه بسبب انه ساح البلاستيك على بعضيه من التخريم.
على فكرة كان في جزء مشروخ من الغطا، فهندريه ما تخافوش، مش هيظهر. بعد شوية هندريه باسترس او حاجة زي كده. هنلزق شريط، ممكن تنقي اي حاجة تعجبك تلزقيها، بحيث نداري الحاجات اللي احنا قصيناها من البلاستيك. طبعا اي جالون موجود عندك ممكن تعمليه، ان ما كانش عندك ممكن اي بيه او اي حاجة دانتيل او حاجات زي كده ممكن تحطيها مكان الجالون ده. الجالون ده رخيص جدا، يعني تقريبا بجنيه ونص المتر، فيعني هتعمليه هيبقى حلو جدا. وفي منه الوان، يعني مش اللون ده بس، مثلا على حسب رغبتك حطي الاكسسوار اللي يعجبك. بعد كده هنقص الزيادات ونعمل حوالين داير الغطا برضو عشان يعمل تناسق مع الجزء ده. وهنداري طبعا باسترس زي ما قلتلكم الجزء من الغطا المكسور. وطبعا انتوا حسب ذوقكم حاولوا تعملوا الحاجات احسن ورغبتك. طبعا علب المنظفات بتبقى عندنا باستمرار، فبدل ما نرميها نعمل بيها حاجات زي كده ونستفيد بيها لغاية كده. وهي تنفع كمنظم، يتحط فيه زي ما قلت لكم اي حاجة عايزة تحطيها، وممكن يتعلق في الحيطة او يتحط في درج او على رخامة او على حوض لغاية كده. بعد كده هنكمل الفكرة، ان احنا هنحط ده نجيلة الهدايا او الاعياد الميلاد والحاجات زي كده. هنحط جزء منها في قاع العلبة، وهتشوفوا ان احنا هنعمل بيها فانوس لرمضان ان شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان بإذن الله. الفانوس ده هيبقى عملي جدا وسهل، وهتخلي ولادكم يفرحوا بيه، وهتشوفوا ان ده احسن حاجة في الفوانيس اللي ممكن تعمليها في رمضان. اولا ابتعدي تماما لما تيجي تعملي فوانيس رمضان عن الحاجات اللي هتضيقيها بالشمع. خلاص موضوع الشمع ده المفروض يتلغي، لانه خطر جدا على الاطفال. فانا جايبه لكم شكل غير الشمع خالص، ينفع لإضاءة الشهر الكريم بإذن الله. تاني حاجة البلاستيك مش هينفع طبعا نحط فيه شمع. فكانت انا السنة اللي فاتت لما عملت فوانيس لرمضان كنت بحاول ان انا اعملها بحاجات تانية بحيث انها يعني تنفع يتحط فيها شمع. فالسنة دي بقول لكم يعني يا ريت محدش يستعمل الشمع، وخصوصا للأطفال. دي حمامة كده وعملت لها زي عش بالجناجيلة اللي بتلمع. فطبعا دي هتفرح الولاد الصغيرين وهتدي منظر حلو جدا، وهتنور وتطفي وتبقى حلوة جدا في الشهر الكريم، وتنفع في أي مناسبة. يعني مش ممكن في أعياد الميلاد، في المناسبات كلها ممكن.
وادي الفانوس من كافة النواحي بوريه لكم. وطبعا ده هيفرح ولادكم جدا، واتمنى انكم تنفذوا الفكرة سواء بأي علبة بلاستيك، مش لازم بعلبة الدوني بالذات. واتمنى اللي يعجبه الفكرة يعمل لايك وشير ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وربنا يبلغنا جميعا رمضان، وان شاء الله نلتقي في سلسلة جديدة من تجهيزات رمضان.